مدينة رفح فيها طريق رئيسي بيقسمها نصين. المسافة ما بين الطريق الرئيسي ده والشريط الحدودي 500 متر. هو بيتم تهجير الناس في المنطقة دي. المنطقة دي وفقا للبيانات الرسمية، يعني وفقا لكلام المحافظ نفسه، تم تدمير فيها على مدار السنة اللي فاتت 102 بيت، ودلوقتي تم حصر 680 بيت تانيين، فاجمالي 802 بيت في المنطقه دي لوحدها. عدد الاسر في المنطقه دي برضه وفقا للبيانات الرسميه 1156 او 1150 وحاجه يعني اسره، والاسر هناك اسر ممتده، يعني العدد افراد الاسره ما يقلش عن 7 في المتوسط. فبنتكلم في تعداد ما بين 8 ل 10000 بني ادم في المنطقه دي بس. ده جزء من رفح، يعني رفح لسه فيها اماكن تانية بعيده عن منطقه التهجير الحاليه. هل الجدل القانوني دلوقتي، احنا عندنا نص دستوري بيقول يحظر التهجير القسري التعسفي بحق المواطنين بكافه صوره واشكاله، ومخالفه ذلك جريمه لا تسقط بالتقادم، الماده 63 من دستور 2014. فالجدل دلوقتي هل هو تهجير قسري ولا مش قسري؟ تهجير قسري ده ما فيهاش هزار. هل هو تعسفي ولا مش تعسفي؟ وهل يتم الرد على النص ده بقانون نزع الملكيه العامه بتاعت سنه 90؟ طبعا ده كلام فاضي، لان الدستور هو نص قانوني حجيته اعلى من القانون وسابق عليه، قصدي لاحق عليه، تمام؟ فيجب ما قبله. لو كان النص الدستوري